يوقعونه في شمال العراق، يعني ما الذي سيكون عليه موقف الشعب الكردي في تلك المناطق، خصوصا ان علمنا ان هناك قوات تركيه دخلت، وما هو موقفكم الان من الحكومه التركيه التي سمحت لنفسها بالدخول من تلك المناطق؟ احنا اولا بالنسبه للحكومه التركيه لا اريد ان اصعد الموقف تجاهها، ولكن بالتاكيد الحكومه التركيه الجديده اللي كنا نتمنى أن يكون لها موقف صديق وموقف جيرة وإسلام، كما يقال بأنها ذات خلفية إسلامية، فقد تصرفت كحكومة من صنع أمريكا بالضبط مع الأسف. ولكن نقول ثقتنا عالية بأن المعركة في هذه المنطقة وشعبنا الكردي وليس الزمر الخائنة، والزمر الخائنة لا تشكل 1% من شعبنا الكردي. إذا ما احتدمت المعركة سيلقنون دورس أكبر بكثير مما يلقنون الآن في جنوب العراق الحبيب. سيدنا بالقرصنة الجديدة من قبل أمريكا بتجميد أو سحب أموال العراق الموجودة بالخارج، ماذا تردون على هذا القرار؟ وهذه سابقة خطيرة بالقانون الدولي؟ لا، مو سابقة خطيرة في القانون الدولي. الإدارة الأمريكية وعناصر أخرى قامت بهذا، وأموال العراق إلى حد الآن من عام 91 في عديد من الدول مجمدة، والآن من تطلب وأصلا تصرف كوفي أنان يسهل هذه المهمة. كوفي أنان أعلى الآن مقدم مشروع يريد يجمد كل أموال العراق في صندوق الماسك وهو يتصرف به. هذا تجميد إلا مو تجميد. فإذا كوفي عنان يتصرف هذا، طبعا السيد الأمريكي أكيد يقول بهذا. ظل كل دولة من الدول هي تتصرف وفق إرادتها. أكو دول الإدارة الأمريكية قالت لهم اطردوا الموظفين العراقيين من السفارات لأنهم يشكلون خطر على السفارات وعلى الوجود الأمريكي والبريطاني فيها. أكو دول تحترم نفسها مستقلة لها حد من القيم والأخلاق رفضت. شنو هذا الكلام؟